الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. مرحبا بكم وطيبتم وطاب مشيئكم ودواتكم الجنة منزلا. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول والتوفيق والثبات على طاعته وعلى دينه، اللهم آمين. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا وإياكم الاستقامة وحب الطاعة والصلاة دائما في جماعة، اللهم آمين. يعني نكمل خاطرة النهارده ونختم بيها التهجد الأخير في رمضان، لكنه ليس الأخير. الأخير في رمضان لكنه ليس الأخير. ليه بقى بنقول كده؟ رمضان يعني بالتجربة مع بعضنا كده وجدنا إن إحنا نقدر نختم القرآن أكتر من ختمة في الشهر، صح؟ ممكن كان طول العام مستصعب المسألة ومنشغل ومقصر. ممكن كنت مستصعب إن أنت تقدر تصوم اثنين وخميس، لقيت المسألة إيه؟ سهلة وفيها تيسير وفيها يسر بيها. لقيت المسألة في حاجات كتيرة أنت ما كنتش تقدر تعملها أو مستبعدها أو تحسس إن أنت هتبقى عاجز عنها. لما تيجي تنظر في تراجم الصحابة وإزاي هم بيقدروا يختموا القرآن في أقل وقت، وإزاي كانوا بينفقوا ويتصدقوا بأموال كثيرة في سبيل الله، وأنت تقول إزاي بيعملوا كده؟ رمضان خلاك كل ده تنتصر فيه على مين؟ على نفسك. رمضان خلاك تنتصر على نفسك وتتعدى كل الحواجز، صح؟ تعال بقى بقول لك على حاجة رمضان علمها لنا ومميزة قوي وواضحة جدا في رمضان، بس جايز انت مش واخد بالك. الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الصحيح. الحديث ده فين؟ في الصحيح، البخاري ومسلم. الحديث ده بيرويه لنا مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق إيه؟ زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة أو نودي عليه من أبواب الجنة: يا عبد الله تعالى من هنا خير، تعالى ادخل من هنا خير. طيب قبل ما نكمل الحديث نوضح النقطة دي كده. يعني إيه من أنفق زوجين؟ أنفق زوجين يعني إيه؟ يعني تقرب إلى الله عز وجل بطاعة فريضة وطاعة نافلة. تمام؟ طاعة ليلية وطاعة نهارية، طاعة سرا وطاعة جهرية، طاعة فردية وطاعة جماعية. أنواع الطاعات والعبادات موجودة ومتحققة في رمضان وفي غير رمضان أيضا، لكن مميزة جدا في رمضان. احنا بنصلي العشاء يا جماعة، ده فرض ولا مش فرض؟ فرض. صلاة التراويح سنة ولا فرض؟ سنة مؤكدة. سنة صح؟ يبقى أنت جبت الفرض وجبت السنة، يبقى ده إيه؟ زوجين أهو. طيب أخرجت زكاة مالك في رمضان أو زكاة الفطر في رمضان وتصدقت صدقة في سبيل الله في رمضان، يبقى أنت جبت إيه؟ فرض وسنة. الفريضة والسنة، الفرض والتطوع، صح؟ تمام. طيب أنت بقى حاجة واحدة اللي لسه إنك عملت إيه؟ صيام الفريضة فين؟ في رمضان. طب وبعدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ من صام رمضان ثم إيه؟ أتبعه إيه؟ 6 من شوال فكأنما إيه؟ صام الظهر كله. يبقى أنت تجيب إيه؟ إنه من دلوقتي إنك تصوم إيه؟ 6 من شوال. عشان إيه؟ زوجين. أنفق زوجين في سبيل الله، وعشان يبقى كتب لك إن أنت إيه؟ صمت إيه؟ الظهر كله. خير ولا مش خير ده؟ يبقى رمضان بيعلمنا ما بيعلمناش.
ممكن نقول عنوان الخطر النهارده رمضان علمني، رمضان دربني، رمضان سهل علي الصعاب اللي كنت مستصعبها. كنتش بقدر اقوم بالليل وبقيت بقوم بالليل وبصلي تهجد. ما كنتش بقدر وقت السحر اقوم واستغفر وادعي، بقيت بقوم وباكل في وقت السحر كمان وبصلي الفجر. يبقى بعد رمضان يبقى ايه؟ استمر بقى. بقول لك رمضان بايه؟ بيمهدك اهو، بتجيب عبادات بالنهار وعبادات بالليل، زكاة فرض وصدقة تطوع، صلاة جماعية وصلاة فردية، صلاة فرض وصلاة نافلة، كل حاجة موجودة. يبقى من أنفق إيه؟ زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. تعالى من ها هنا فتح بينادي أبو الجنة بينادي على إيه؟ على عبد الله ده. تعالى بقى نكمل الحديث. فإن كان من أهل الصلاة، يعني من أكثر حاجة بيحبها الصلاة، نودي من باب الإيه؟ الصلاة. تعالى من هنا فتح. وإن كان من أهل الصيام، ممن يحبون الصيام فرض ونفل، لا زوجين برضه، والصلاة إيه؟ فرض ونفل نهار وليل، يوم إيه؟ ينادى عليه منين؟ من باب إيه؟ الريان. الريان ينادى منين؟ يبقى كان من أهل الصيام ينادى عليه من إيه؟ من باب الريان. لأن في حديث بيقول لي إيه؟ إن في الجنة بابا يقول له إيه؟ الريان يدخل منه الإيه؟ فقط الصيام بس. وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. يبقى بص كده على الحديث، جايب لك إيه؟ جايب لك حاجات فرض وحاجات نافل، صدقة، صيام، صلاة، جهاد، كلهم. طيب الحديث لما نفسه قالوا والصحابة قاعدين، شوف بقى التسابق وشوف التطلع، شوف العلو والرقي اللي هم فيه. احنا خلاص سمعنا الحديث وعرفنا اهو، وكده نفس السلام قال لنا الحديث، احنا ضمن ايه بقى؟ يوم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قاعد جنب الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الجلوس بين يديه والشرب من حوضه الشريف جده الشريف، اللهم امين. يا رسول الله، هل من مضره، من ضروره، في ضرر ولا في اي حاجه تحصل ان يدعى احدنا او واحد من هذه الابواب كلها؟ ايه ده؟ ايه التطلع ده؟ سيدنا ابو بكر بيقول يعني في مشكله، عايز يحوش على الكل، عايز البنك كلها، عايز كله، عايز كل البنك التاني عليه، طموح عالي، انتصار على النفس، تسابق في الخيرات. يا الله، هل من ضروره ان يدعى او ينادى على احد من هذه الابواب كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ليس من ضرر في شر ولا حاجه، وارجو ان تكون منهم ايه؟ يا ابا بكر. شفت الاجابه بقى؟ اجابه طبيبه، اجابه شافيه، اجابه نبويه بالطيب خاطر مين؟ سيدنا ابو بكر. وهل يستحقها؟ هل يستحقها؟ يستحقها. ومن الذي يستحقها الا من يستحقها؟ سيدنا ابو بكر الصديق. بشرى ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر ايه؟ ينادى عليه من ايه؟ من ابواب الجنه كلها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجو، ده دعاء مش تمني، لكنه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ارجو، فبيقول كده. طب تعالى كده سيدنا ابو بكر الصديق، هو كان اول ايه؟ اول من اسلم من بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح، من الرجال، وهو اول من يدخل الجنه ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس ويقوم يقول للصحابه ايه؟
لقد أخذ بيدي أخي جبريل وأراني باب الجنة الذي ستدخل منه أمتي. حديثهم كده كان في الإسراء والمعراج. يوم سيدنا أبو بكر برضه التطلع والطموح العالي، صحبة بقى، يا رسول الله وددت لو أني كنت معك فأراه. وددت لو أني كنت معك فأراه. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ إنك أول من تدخله من أمتي يا أبا بكر. عدل، أول الناس دخول في الإسلام، أول الناس إيه؟ دخول الجنة. تسابق. يبقى أنت خليك دائما في تسابق، خليك دائما في تنافس. رمضان علمني صلاة في جماعة وصلاة، علمني قيام الليل، علمني صدقات، علمني زكاة، علمني قراءة القرآن وختم القرآن في الشهر أكثر من مرة، علمني أن أطعم المساكين وكن بهم عطوفا وأكن بهم رحيما، علمني وعلمني وعلمني وعلمني. يبقى ما تنساش الجملة ديت. يبقى من أنفق زوجين في سبيل الله، الحديث ده اهو مع جملة رمضان إيه؟ علمني. وكن على هذا الإيه؟ الندراس أو الممارسة ديت، وكن على هذا الإيه؟ الأمر في رمضان وبعد رمضان. عليك بهذه الأدعية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا واياكم الاستقامه. اللهم ارزقنا واياكم الاستقامه على الطاعه وحب الصلاه في جماعه. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تتقبل منا الصيام والقيام، ومن الصيام والقيام، وتقبل منا قراءه القران، وادخلنا يا ربنا الجنه من باب الريان، وادخلنا يا ربنا الجنه من باب الريان. اللهم اخرجنا من رمضان بالذنب المغفور وبالعيب المستور وبالتجاره التي لا تبور وبعمل خالص مقبول ومن يقال لهم سعيهم مشكور. اللهم اختم لنا رمضان بالعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان بالعتق من نيرانك، واختم لنا ربنا بالرضا ورضوانك، بالرضا منك ورضوانك. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا واحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم امين امين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يعيد علينا رمضانات عديده وازمنه مديده. اللهم امين امين، والحمد لله رب العالمين.